عارف لما تدخل اوضتك وتقف فجأة وما تفتكرش انت كنت جاي تعمل هنا ايه اصلا، وتبدأ تدور في دماغك لماذا نحن هنا؟ السبب مش علشان دماغك مش شغالة او انك عندك زهايمر ولا حاجة، ده علشان عندك حاجة اسمها دوروي افكت او تأثير المدخل. بكل بساطة دماغك لما بتدخل أوضة جديدة بتعمل زي الكمبيوتر اللي بيعمل ريستارت بالظبط، يعني بيبدأ يعمل ترتيب جديد للافكار، وده لانه عنده اولويات جديدة لازم يرتبها من بحر افكارك الكبير. يعني ببساطه مخك مش فاضي للتيشيرت البينك بتاعك. يعني لو كنت عايز تجيب حاجه من الاوضه، اول ما تدخل دماغك تبدا تسال يا ترى ايه الحاجه الجديده اللي لازم اركز عليها دلوقتي، فبالتالي تنسى اللي كنت ناوي تعمله. لكن ما تقلقش، الموضوع مش هيتعدى ثواني وهترجع تفتكر اللي كنت داخل تجيبه، ولما ترجع تجيبه تاني هتنسى برضه بكل اسف. لا بهزر، هتفتكر ان شاء الله. والقاعده دي مش على الناس كلها، يعني في ناس دماغهم دايما شغاله، ولو دخلوا الاوضه مش هيضيعوا اي وقت وهيفتكروا كل حاجه، حتى لو كان في مليون حاجه في دماغهم. الا انت بالذات. اللي بنحاول نقوله ببساطه، لو دخلت اوضتك ونسيت ده مش عيب، دماغك بس هو اللي مش فاضي للكلام الفارغ بتاعك. سلام.